هل تريد أن تترك الحزن والهم؟ إذن أعطيني من وقتك دقيقة واحدة وتأمل معي هذه القصة، وسوف تفهم في نهاية الفيديو لماذا لا يجب عليك أن تحزن مجددا. سأل الملك الوزير: لماذا الخادم أسعد مني في حياته وهو لا يملك أي شيء، وأنا الملك لدي كل شيء، ومع ذلك حياتي حزينة ودائما بالي مشغول ومهموم، بينما هذا الخادم دائما مرتاح البال وسعيدا في حياته؟ فقال له الوزير: جرب معه قاعدة 99. تعجب الملك وقال له: وما هي قاعدة 99؟ قال له الوزير: ضع 99 دينارا في صرة واذهب لهذا الخادم في الليل واكتب على الصرة 100 دينار وأطرق بابه ثم أعطيها له وانصرف. وبالفعل ذهب الملك إلى هذا الخادم وأعطاها صرة تحوي 99 دينار ومكتوب عليها 100 دينار. وبعد انصراف الملك قام الخادم بفتح الصرة فوجدها تحوي 99 دينارا فقط. تعجب وقال: لابد أن الدينار الباقي وقع في الخارج. ثم خرج هو وأهل بيته كلهم يفتشون عن هذا الدينار، وبعد بحث طويل مر الليل عليهم وهم لا يجدون، فغضب الخادم من أسرته بسبب فقدان الدينار وثار عليهم بعدما كان هادئا معهم للغاية. وعندما أتى اليوم الثاني ذهب الخادم إلى الملك، ولكن كان يبدو عليه الحزن والهم وانشغال البال. وعندما رآه الملك بهذا الحال علم جيدا ما هي قاعدة 99. القاعدة أحبابي في الله هي أن الله يمن عليك ب99 نعمة، وعندما تفقد نعمة واحدة تنسى 99 وتظل حزينا مهموما على ما فقط. فإن تأملت حالك جيدا ستجد أن الله قد أعطاك الصحة والنظر والعقل ونعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تتجاهل كل هذه النعم وتحزن عندما تصاب مثلا بنزلة برد أو نقصان في المال أو أي شيء ما. حبيبي في الله، لا تجعل الشيطان يجعلك مهموما يائسا عندما تفقد شيء، وانظر دائما لما تملك، ولا تكن مثل ذلك الخادم الذي جعل حزنه على دينار واحد يفقده فرحته ب99 دينار. أسأل الله أن يحقق لك كل ما تتمناه، وأن يسعدك دائما أنت ومن تحب، وأن لا يجعلك مهموما وحزينا أبدا. حبيبي في الله، بإمكانك الاشتراك في القناة لنتبادل الآراء معا لنصبح صحبة طيبة ونلتقي في الجنة بإذن الله.